العلاقة مش فرض، والحب مش استجابة فورية. الحب تواصل، احترام للطرف التاني، احترام للنفس، احترام للعقل. عن الضغط الخفي اللي بيتحط على الراجل عشان يكون دايما جاهز، وازاي ده ممكن يكسره من غير ما يتكلم ولا يقول. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الشخصية. كل مرة أقول لأ بحس إني بهينه. قالت لي لما برفض العلاقة بحس إني مش عايزاه، مع إني بس تعبانة. بقيت أضطر أوافق علشان ما يتضايقش، بس أنا كده مش بحب، أنا بجامل. نادين عندها 34 سنة، متجوزة من 8 سنين. جوزها راجل طيب بس حساس جدا من ناحية العلاقة اللي بينهم. بتقولي كل مرة أكون تعبانة وأقول له مش قادرة بيتقفل مني ويبطل يكلمني يومين، وأوقات يقول لي أنا خلاص أنا مش مرغوب بالنسبة لك. أنا بحبه بس أنا إنسانة مش آلة، ولما وافق عشان ما يزعلش بحس إني ببيع جزء من نفسي. هو مش فاهم إني لما بقول لأ ما بقولهاش ليه، أنا بقولها على شاني. ازاي اقدر افهمه ده؟ بصي يا ستي، طبعا ده عبارة عن ضغط عاطفي في العلاقة الحميمية. يعني ده التزام. الجواز بيكون دايما فيه التزام للعلاقة الحميمية، ده واقع طبعا. لكن لما بتتحول العلاقة لواجب مش رغبة، خصوصا عند الست لما بتحس انها لازم توافق عشان ترضي الراجل، المشكلة هنا انها بتتحول انها بتمثل، وبيبقى القرب مجاملة، والحب بيخسر صدقه لان شريكها بيحس انها بتمثل. الحل لازم يبقى فيه تفاهم حقيقي حوالين الرغبة، وان كل طرف له حق في ان يقول او لا. العلاقة مش جدول، والموافقة مش دليل على حب، وكمان الرفض مش دليل على الكره. لو كانت غصب عن النفس ملهاش لازمة. كمان نفس المشكلة أو قريب منها، هو بيقول لي أنا دايما جاهز بس وشه بيقول العكس. قالت لي بيحاول يقنعني إنه كويس بس أنا شايفة التعب في عينيه، وهو بيحاول يثبت لي إنه راجل بس ناسي إنه إنسان ومن حقه يرتاح. مي صعبان عليها جوزها، عندها 37 سنة. بتقول إن جوزي بيمر بفترة ضغط في شغله، بيشتغل بالساعات مرهق، بيشتكي من صداع وإرهاق دائم، بس رغم كده كل ما ألمح إننا ممكن نأجل علاقتنا شوية يصر ويقول لي أنا تمام، انا مش تعبان، بس وشه بيقول غير كده، وصوته ونفسه. انا عارفه انه بيجملني وبيثبت لنفسه انه لسه قدها، بس انا مش عايزاه يثبت لي حاجه، انا عايزاه يرتاح، انا عايزه اقابله بالحب مش اقابله بالالتزام. طبعا ده فعلا زي ما انتي قلتي، الاستجابه هنا بتبقى من باب اثبات الرجوله والذات عند الراجل. هو لما الراجل بيحس انه لازم يكون دايما جاهز للعلاقة حتى لو جسده وتفكيره مش متواجدين معاه، النتيجة ان بيتحول الحب لتمثيل، والمتعة تتبدل بتوتر، والمعنى العاطفي بيضيع تحت ضغط انا لازم اكون قد التوقع. الحل ايه؟ الحل مش كده. الراجل محتاج يسمع انا حاسة بيك، مش محتاجة منك اثبات. لازم نتكلم عن العلاقة من غير خجل، نفهم ان الراحة والاحتياج جزء من اننا بشر. البشر لازم يرتاحوا وده مش غلط. المشكلة الثالثة بتقول أنا مش دايما عايز، ومش معنى كده إني مش راجل. قال لي هي فاكرة إن الرجالة دايما جاهزين، بس أنا تعبان ومشغول ومفيش فيا طاقة، ولما أقول لها مش دلوقتي تبص لي كأني خذلتها. كريم عنده 39 سنة، متجوز من 10 سنين. علاقته في العموم كويسة، بس في مشكلة دايما بتيجي لما ما بيبقاش جاهز للعلاقة. بيقول لي أنا ممكن أكون مرهق، مشغول، متوتر، بس لما أرفض مراتي تزعل وتاخدها على نفسها وتقول لي هو انا مش عاجباك، انا بحبها بس انا مش جاهز، انا بني ادم. ولما اقول انا مش قادر دلوقتي، ده مش رفض ليها، ده احترام لنفسي ولها قبل مني. انا كده غلطان؟ لا طبعا، مش هقدر اقول لك انك غلطان، لكن الحقيقه ان الستات دايما بتفسر الريجكشن او الرفض بتاع الراجل كنوع من انواع الاهانه ليها. لما الراجل بيقول لا والست بتترجمها كاهانه، تعتبر ان ده جاذبيتها قلت، والنتيجه ان ده بيبقى ضغط نفسي على الراجل، وبتحط عنده شعور بالذنب واحساس بالرفض عندها، وكل ده بيبوظ اللحظه اللي المفروض تكون حب وراحه. الحل هنا لازم نغير فكرتنا عن الرجاله. مش دايما هم جاهزين، ومش لازم يكونوا دايما جاهزين. لازم نتكلم بصدق، النهارده مش مناسب، بس ده مش معناه اني مش عايزك ولا اني بطلت احبك. العلاقه مش فرض، والحب مش استجابه فوريه. الحب تواصل، احترام للطرف التاني، احترام للنفس، احترام للعقل. النهارده نادين كانت بتوافق عشان ما تجرحوش، مي كانت شايفه التعب في عينيه وهو بيقول انا تمام، وكريم كان نفسه يتفهم من غير ما يحسب انه مش راجل.
راجل. العلاقة الجسدية مش اختبار رجولة ولا دليل حب، العلاقة مشاركة، تفاهم، رغبة بتتولد من راحة مش من ضغط. قولوا لبعض أنا مش عايزك تبقى قد التوقع، أنا عايز تكون مرتاح، وأنا هحبك وأنت بتقول وهحتويك وأنت بتقول مش قادر. لغاية هنا خلصت حلقة النهاردة، لكن لقاءاتنا لسه ما خلصتش. أشوفكم تاني في حلقة جديدة من أسرار الشخصية مع أمنية.